صباح الخير يا جماعة. أنا عايز أشارككم مرحلة صعبة جدا. امتحان الإنجليش امبارح، البنت دي الصغيرة اللي انتوا شايفينها جنبي دي تمتحن في 10 ورقات إنجليش. 10 ورقات؟ حاجة مش 10، 11. اتفرجوا، هي مشكلتها كلها إن هم 11 مش 10. طب ليه؟ تالتة ابتدائي وتمتحن 11 ورقة ليه؟ ليه يا بنتي؟ وحلتيهم؟ بخاف انا من كلمه لو طلعت تقول لي سهل ميه سهل ميه. ما قلتش. لا قلتي. بس قالت الميه دي كلنا كأمهات هنغرق فيها. مين فيكم عياله بيطلعوا يقولوا له امتحان سهل ميه 10 ورقات؟ اكيد يعني يا جماعه، ما فيش 11 والله. 11 ورقه. مشكلتها ان ما فيش عيل هيقول لك هي سهله، هيقول لك في كلمه جماعه ما يقدرش نغرق فيها عشان الصيف. عارفين بقى بعد ما اسمع كلمه سهل ميه اللي هنغرق فيها كلنا دي اللي بيحصل؟ اروح البيت اسالها على الامتحان، معلش غلطت في 1 2 3. اتفرجوا بقى على النتيجه. لما تطلع النتيجه ايه ده؟ مش ده اللي كان سهل؟ مش ده اللي كان 2 3 غلط؟ واسفين تلاقي بقى انت جايبه 30 من 50. ما تقولي سهل ميه سهل ميه ايه، ما تقوليش كده يا جماعه. نو كومنت. كل اللي انا عايزه اقوله لكم، ادعوا لها بكره في امتحان الفرنش، ربنا يعديها على خير. انا حاسه ان احنا بنناضل على فكره. احنا بنمتحن، خلي بالكم احنا اللي بنمتحن. احنا كأمهات احنا اللي المفروض نخش نمتحن. هو انتوا بقى عندكم امتحان فرنسي زينا؟ لا ما عندهمش. عندكم صح؟ اكتبوا الناس اللي عندهم امتحانات. ادعوا لنا مستنيين دعوتكم. باي باي.